كان عندي الحلم ديال انني نكرييتي بودكاست. وباي ذا واي هذه اول حلقه غادي ندير سيريز حلقات غادي نناقشوا فيهم بزاف ديال الحوايج، ولكن غنركز على المواضيع اللي it's considered taboo عندنا في المغرب. بزاف ديال الناس ملي كنهضر في السوشيال ميديا على شي حاجه كيقولوا لي لا ما خصكش تهضري على هذه. So let's talk about it. الموضوع ديال الحلقه الاولى من البودكاست هو واش مفروض عليك انك تقسمي 50% مع راجلك، ولا انك تخلصي في الديت الاول الا خرجتي مع شي واحد، بحكم اننا حاليا ولينا كنفسوا الرجال في الخدامي وحتى في الصاليرات، وكاينين شي عيالات اللي غاخدوا صاليرات طالعين وبزاف على الرجال. بلاش نبدا لكم بعدا غير واحد الحاجه كنتعجب ليها كنشوفها ديما في السوشيال ميديا، اللي هي الدراري اللي كيجيو كيبقاو يقولوا لك لا ودابا بحكم انكم بديتو كتنافسونا في الخدامي وفي الصاليرات خاصكم تقسموا معنا 50%. هاد النوع ديال الدراري كيجبدوا الدين وكيجبدوا الفيمينيزم غير ملي كتكون في صالحهم، ماشي ملي كنهضروا على المواضيع اللي خصها فريمون تعالج في المجتمع. لا ما كيخليو هذاك الشيء، بحال ملي كيجبدوا لك التعدد وكيجبدوا ديال الحوايج غير في هذا الشيء، ما كيشوفوش الحوايج الاخرين ومنها هذه. اجيو نهضروا اليوم باللوجيك. حياتي واحد الانسان كنخدم لوجيك. نخدموا اللوجيك. اول حاجه بغيتكم تشوفوا معايا هاد سكين كير كامل، شوفوه مزيان. غير هاد سكين كير هذا غير سكين كير، خلي الهير كير، خلي الباري كير، بزاف ديال الحوايج، خلي بزاف الحوايج كنستخدمهم باش انني نتهلا في راسي، خلي الحوايج اللي كنديرهم باش انني ما يبانوش فيا التجاعيد دغيا، خلي بزاف الحوايج اللي كنديرهم باش ندير everything shower. هادشي علاش قلت لكم اجيو نتناقشوا باللوجيك. دابا الرجاله اللي كتعرفوا نتوما في حياتكم، ولا نهضروا على اغلبيه الرجاله الا الناس اللي محسوبين معنا اوف كورس ما غاديش نهضروا عليهم. اغلبيه الرجاله كيدخل كيغسل بصابونه. هادشي لا كنقي اوكي، كنهضر لك على الرجاله اللي نقيين. كيدخل يغسل بصابونه، وهذيك الصابونه اللي تيغسل بها لحمو، هي اللي تيغسل بها شعره، هي اللي كيغسل بها وجهه، هي اللي كيغسل بها طرافو، هي اللي كيغسل بها everything. كيدير everything shower. لا قلت لك اللي محسوب معنا هذا راه اللي نقي، وكيشري ريحه كيتهلا في راسو اوكي، ولبس عادي، وها هو خرج. ما كيحتاج لا ماكياج، غالبيا ما كيديرش سكين كير، ما كيديرش الهير كير، ما كيديرش الباري كير، ما كيدير حتى شي حاجه في هذا الشيء. ما كيجيش لي ريغل، ما كيصرفش كل شهر على tampons ولا pads ولا whatever you guys use. ما كيصرفش الفلوس كل شهر على البرودكتس sanitary products اللي كنديرو ملي كتجيك البيريود. اول حاجه غنناقشها هي ديتس. واش انا غادي نخرج مع واحد اوكي لابس لبسه تكون غاليه ولا ما تكونش غاليه، هو كيمشي يدخل يدوش هادشي الا جاك نقي كيجي كيدوش كيلبس لبسه عاديه وكيجي عندك نتيا. خاصك تقادي، خاصك تلبسي كسوا، خاصك ديري الميك اب. غير ماسكارا تلقاها غلا كدير 200 درهم، غلا من داكشي اللي لابس اوكي، ولا غلا من هذيك الكافي اللي كيجي يبقى يدلك بها. هادشي كنهضر على دوك اللي مرض مساكن. انا دابا كنناقش باللوجيك ديال دوك اللي مرض، حيت بزاف ديال الرجاله ولاو حماق شويه، صاو نهضروا باللوجيك ديالهم. انت كتلقايك الفون دو تالي دايره غلا من داكشي اللي لابس مضاعف 5 الخطرات على هاد القهوه اللي غادي يخلص عليك، وهو مازال كيناقش لا احكا غتستغلني، احكا you're a gold digger. like king, you have no gold for me to dig. Before you speak you should have gold. وبغيت غير نعطيكم واحد القاعده عامه وثقوا بيا ملي نقول لكم هذه، ان اللي عنده الفلوس ما كيهضرش على هادشي. ما كتوحليش مع اللي عنده الفلوس، كتوحلي مع اللي ما عندوش وكيقول لك او ماي غاش يور جولد ديجر، باغا تستغليني. نرجعوا للوجيك. اللوجيك هو ان داكشي اللي كنخسر على راسي انا كل شهر باري كير، هير كير، ما نعرف شنو، ما كتخسروش نتايا على راسك اوكي. ها واحد 50% على حساب مهم الصالير ديالي. هي كتمشي كل 3 شهور ولا 4 شهور الا كنتي بغيتي فريمون تهلاي في راسك. فاش انا غادي نجي نخسر على راسي هادشي كامل ونخرج معاك، وفي الاخر قهوه تقول لي ما قادش تخلص عليا، ولا عشاء ما قادش تخلص عليا، ديك برك في داركم. I'm sorry but sit at home. لاش غادي نخرج ونتقاد نتهلا في راسي، ندير الماكياج، ندير برفيوم، قاعدك البرفيوم اللي شاريه راه ما عرفتش شنو هو. حيت دابا ليتس فيس ات، اغلبيه البنات دابا ولاو خدامين، ولاو ما محتاجينش الواحد يخلص عليهم قهوه، ولاو كيخرجوا يتقهوا راسهم، كيديروا كلشي راسهم. علاش كن ديما اي بريتش اندبندنسي باش شي واحد ما يعيركش على قبل القهوه. حنا باقيين كنتناقشوا على قهوه خلصت عليها او ماي جاد لايك كينغ. دوزو الناس اللي مزوجين.
انا في الزواج كي قلت لكم ما كنامن انني لايك نقسم معاه 50%. واش غادي يقسم معاك اللي غيقول لك تجيك كل شهر؟ الا كنتي غتقسم معايا يس نقسم معاك 50%. يس بليز. الناس اللي مقررين هم يجيبوا وليدات، واش غتشد نتايا في كرشك الولد هذاك البيبي غتشدو في كرشك 5 شهور ونشدو انا في كرشي 5 شهور 4 شهور؟ اوكي يس عافاك، انا نقسم معاك الصالير ديالي. واش انت غتردعو؟ يس نقسم معاك الصالير ديالي. واش انت كتشري البادي كير، هير كير، برودكتس باش تهلا في راسك، سكين كير، ميك اب، everything؟ يس نقسم معاك الصالير ديالي. الا كنتي راجل بحال هكا انا تزوجت بك اختياريا، اختاريت انني نكون معاك اوف كورس كاين يس نقسم معاك الصالير ديالي. كي قلت لكم بحكم التجارب ديالي المتواضعه اوكي ديما كتوحلي غير اللي مع من و have no gold to dig. حنا باقيين غير كنناقشوا شكون غيخلص في الموعد الاول. اوف كورس يو كينغ لايك ما تعرضش عليا الا ما عندكش الفلوس، ما تعرضش عليا ايزي بيزي. ما عندكش الفلوس جلس في داركم. ما فهمتش لايك ار يو جوكين؟ نصايب شعري نقاد، نصايب ميك اب، ندير كاع هادشي for what let's talk about it for what. يجيو شي وحدين يقولوا لي لا كاين اللي ما عندوش مسكين، كاين اللي ما عندكش برك في داركم. sorry but لاش غادي تخرج on a date with a girl اللي خاسره على راسها زباله ديال الفلوس؟ انا كنهضر على people، كنهضر على women who have standards. ما كنهضرش على البيك ميز اللي they settle for everything and anything. no I'm not talking about you. I'm talking about women who have standards اللي كيخسروا على راسهم. انا ندير نص ساعه ولا ساعه باش نتقاد وانت تدوش في دقيقه وانا نجي نخلص قهوه ديالي نخرج مع راسي. I would go on a date with myself ونستمتع ويعجبني الحال، ولا نخرج مع صحاباتي حيت واش راه it's gonna be the same. الا خرجت معاك وخلصت على راسي نخرج مع صاحبتي. والناس اللي مزوجين الا كنت انا مزوجه وكنخلص على راسي نمشي نكري مع شي حد ونخلص النص. like why would I get married? like what's the advantage؟ حيت ما تقولوش لي راه حنا بوحدنا في المغرب اللي باقيين ما عارفينش انك الراجل راه الزواج في مصلحه الراجل ماشي في مصلحه المراه. وهادشي اللي كنقول ماشي من فراغ، هادشي داروا عليه دراسات. اكثر عيالات سعداء في العالم هما اللي ما مزوجينش وما والدينش، واتعس وحدين هما الرجال اللي ما مصاحبين ما مزوجين. دراسات كنقول لك ماشي شي حاجه جيبها من عقلي، لايك دراسات. الزواج راه في صالح الراجل. انت دابا هاد الزواج في صالحك ومازال انا نخلص معاك 50% لايك اكسكيوز مي. عرفتوا ما كاينش اللي كيقتلني ويسالي معايا قد البنات اللي كيفتخروا كيجيو عندي كيقولوا لي وانايا تبارك الله عليا بنت الناس. كنقول لها علاش؟ كتقول لي حيت خدامه برا وخدامه في الدار وكنقسم مع راجلي وكنهز الولاد وكنشقى بوحدي حيت انا بنت الناس. Queen is 2023. Know your worth. Stand up for yourself. Like it's a shame. وحق الله ملي كنسمع شي بنات باقي كيقولوا بحال هكا 2023 I go like wow it could never be me. انا انسان الا كنت غادي نصرف عليه نتزوج به ولا نكون معاه ولا نخرج معاه ومازال نزيد نصرف عليه من الفوق ونصرف على راسي غير نبقى تلت راسي. ديك شنو كتزيدني في حياتي باش انني ندير عليك بحال هكا، باش انني ندير عليك هاد الحاله هكا كلها. like why would I volunteer for that life? why نخرج نخدم برا ونجي نخدم عليك ونخدم على ولادك ونعطيك 50%؟ like do you guys realize how crazy this sounds? like think about it. البنات اللي كتبقاو تقولوا لي لا راه كنخدم برا وكنجيو انا هازه راجلي حيت بنت الناس وهازه ولدي وما كيشقاش هو ما كيدير معايا كله. على الاقل الناس في اوروبا الناس اللي كيقولوا الاوروبيين كيقسموا كيبغيو يقسموا كيبغيو يديروا يس دي دو، ولكن كيقسموا كلشي. الناس اللي شفت هنايا شخصيا كيقسموا كلشي، ولكن كيقسموا كلشي. ملي كنقول كلشي التخرق ديال الولاد الصغار، التربيه، كيسهر مع البيبي، كلشي كيديروا. وين اي سي كلشي كيجمع الماعين كيغسل الماعين لايك كلشي كيديروا. حنا عندنا في واحد البلاصه قالك خاصك تقسمي معاه هو الا لاش خدامه بحال انت يو بيلون تو هيم مخليك لايك علاش انا نخليك بعدا كيضحكوا لي تيقولك نخليك لايك يور سليف لايك يو بيلون تو ذات مان. نخليك تخدم علاش نخليك تخدمي ما تعطينيش 50% لايك نو ثانك يو. انا واخا كيقسم معاك 50% ديال الشغل whatever
I still don't believe انك خاصك تعطي 50% حيت قلت لك باللوجيك سكين كير هير كير داكشي اللي كتغسل على راسك it cost a lot of money. so واخا يكون قاسم معاك الشقا والشغل ديال الدار وكلشي you still don't need to give him 50% of your salary, queen. Like, it's crazy. Think logically. كي قلت لك راه انتي you go through a lot every month. علاش pregnancy علاش بزاف ديال الحوايج. So think راه you guys have advantage. عافاكم. استغلوا the fact انكي you're a woman. واحد الغلط كنشوف بزاف ديال الكابلز كيديروه اللي هو ما كيكومونيكيتيوش مع بعضياتهم. they don't communicate at all. غير كيتزوجوا باش يتزوجوا. في الاول you're gonna set your boundaries and set standards for your marriage. غادي تقولي ليه شنو متوقع انت من الزواج هو غادي يقول لك شنو متوقع. انا هادشي اللي درت في الاول هضرت مع راجلي قلت ليه ما توقعش مني زعما واش كتوقع مني انني غادي نعطيك 50% الصالير ديالي من نخدم من هنا للفيوتشر. قال لي لا بغيتي تخدمي خدمي ما بغيتيش تخدمي ما تخدميش اللي بغيتيها ديريها. and that's what I was looking for, queen. like انا I would go through everything ونخدم برا ونخدم في الدار and then you'd expect me to give you 50%. like it would never be me. like never. my makeup for tonight بغيت غير نوصيكم قبل ما نمشي اوكي ما تركزوش مع حوته صغيره اللي لا قيمه لها وتنساو الحوت الكبير الازرق والقرش. اوكي فعوض ما انني نانفيستي الوقت ديالي والجهد ديالي باش انني نحاول انني نغير النظره ديال واحد اللي كيشوفني خصني نقسم معاه 50%. no, I'm gonna look for the man I want. This is not a build a man situation. This is find a man that is already built by his mother situation. okay نهار تحطوا في بالكم هادشي غادي تزيدوا للقدام. and communication. هضري على راسك and stand up for yourself وقولي شنو بغيتي في الفيوتشر ديالك باش ما تطيحيش في الاغلاط ديال اللي قبل منا. do you guys think about the makeup؟ نتمنى تكونوا استفدتوا مني شي حاجه. كي قلت لكم غندير سيريز ديال بزاف ديال الحوايج باغا نهضر على بزاف ديال الحوايج اللي في المجتمع ديالنا خصوصا when it comes to women حيت كنشوف بزاف ديال العيالات في المجتمع ديالنا محقورات حرفيا كيديروا اللي في جهدهم وحتى شي حد ما كيعترف ليهم بهذاك الشيء اللي كيديروا. منها فري ليبر اللي كيديروا كل نهار. فري ليبر يس كيقول لك العيالات شحال هادي ما كانوش خدامين. هذا موضوع اخر بغيت نقول لكم شحال هادي العيالات ما كانوش لا كانوا خدامين. كانوا خدامين في الدور كانوا خدامين في العروبيه كانوا خدامين كيهزوا الثقل كانوا خدامين بزاف د الحوايج. اوكي انت كتخرج تضرب 8 السوايع كتاخذ بوستاج ديالك وكتجي وكترتاح. المراه وخصوصا ملي كيكون عندكم وليدات كتبقاي خدامه مني كتفيقي. so stand up for yourself. thank you so much guys for watching. نتلاقاو في الحلقه الجايه ديال series اللي I'm gonna create. thank you.